ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بمتابعينا على قناة هاني زيتون. الميكروفون هو الأداة الأساسية الملازمة لقارئ القرآن. فأنت لو قارئ بتقرأ إمام في مسجد أو بتقرأ في عزا، طبيعي إن هيتحط قدامك ميكروفون. لو الميكروفون حلو والسماعات تمام بتشجعك على إنك تستمر في القراءة. أما بقى على حظك السيء وقعت في ميكروفون مش كويس أو سماعات مش مظبوطة، طبعا في الوقت ده بيكون الاستغناء عن الميكروفون أفضل، لأن هيشوشر على أدائك وهيخليك مش مظبوط في أدائك القرآني، زي ما حصل كده مع عمنا الشيخ محمد عمران. كان بيطلب ان المكنه تطفي. شوف كده الفيديو ده كده وشوف عم الشيخ محمد عمران قال ايه لما المكنه كانت مش مظبوطه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. مش عايز مكنة. طيب إليه يصعد الكلم الطيب. يا ابني أرجوك اقفلها، مش عايز مكنة. شفت ازاي؟ هو مش عايز المكنه قافله مزاجه، تمام؟ لان الميكروفون لما ما بقاش كويس او المكنه مش مظبوطه ممكن تضر الصوت بتاع القارئ وتخليه يقعد في البيت ما يقراش لاسبوعين 3. فساعتها الاستغناء عن المكنه بيكون افضل، زي ما عمل كده عمنا الدكتور احمد نعينع لما السماعات ما كانتش مظبوطه قرأ من غير ميكروفون. اسمع كده وشوف. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. بالظبط كده. هو الدكتور احمد شال الميكروفون من قدامه وقرأ وسمع الناس اللي حواليه، فبالتالي كان اداؤه مظبوط. لان المكنه لما بتبقى سيئه يا جماعه، يعني اللي مجرب الموضوع ده يحس بيها اكتر. المكنه او الميكروفون لما بيبقى سيء ممكن يأذي الاحبال الصوتيه، ممكن تخلي صوتك محشرج، ما انتش مظبوط، ادائك مش حلو، واخد بالك؟ ساعتها بيبقى الاستغناء افضل عن الميكروفون. واوقات البعد عن المايك اثناء تلاوه القران بيدي حلاوه ورنه جميله قوي للاداء الصوتي في القران، زي ما عمل كده عمنا الشيخ محمود الشحات وهو بيقرا. خد بالك كده وهو بيبعد بقه كده عن الميكروفون، شوف الاداء كان عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور يا شيخ علمت نفس ما قدمت وأخرت. ادي اللي عمله عم الشيخ محمود الشحات لما بعد شويه كده عن المايك، اللي قاعد قال له الله يا شيخ
تمام. فاحيانا المسافه اللي انت بتعملها بينك وبين المايك دي طبعا بتبقى بخبره القارئ وبكتر ممارسته يقدر ان هو يظبط المسافه بين بقه وبين الميكروفون عشان يوصل لاحلى اداء صوتي يعجب المستمعين اللي قاعدين قدامه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.